في ناس كده في الحياة حوالينا مالهمش ملكة. يعني من الآخر دراعهم ما بيتلويش مهما حاولت تعمل. لكن اللي بيأسرهم الكلمة الطيبة والعهد والرجولة وعدم الخيانة. يعني تأمن لهم أو تحسسهم بالأمان، يدوك عينيهم ويفوتولك بس بمزاجهم. وحط تحت مزاجهم دي 1000 خط. على قد ما بيصبروا كتير ويستحملوا، وممكن بعد خلاف يرجعوا يتحملوا أكتر، إلا إنهم بيكونوا عارفين كل اللي بيدور حواليهم، ولكن ساكتين وصابرين. بس صبرهم ده مش ضعف، صبرهم ده تراكمات، موقف على موقف، ويحسسوك إن هم أغبياء ومش فاهمين، لحد ما يجي نقطة الصفر، لحد ما يتملي تماما. وهيجوا يمسكوك يواجهوك بكل حاجة، ويفهموك ان هم ما كانوش اغبياء، وان هم فاهمين كل اللي بيدور حواليهم، ولكن هم كانوا صابرين لان هم لان كان عندك ليهم رصيد، او ليك عندهم رصيد. بس ساعتها، وقتها، وقت ما خلاص الدنيا طفيت بيهم خالص، هيمشوا بدون اعذار وبدون مقدمات. هيمشوا وضميرهم مرتاح. ووقتها لو كنت فاكر ان هم كانوا بيحبوك وبيجروا وراك وبيسامحوك مره واتنين وتلاته، فتاكد ان ساعه الصفر ما كانتش حانت. بس وقت ما ساعه الصفر يحين، الناس دي ما بترجعش تبص وراها تاني ابدا. ومفيش حاجة أبدا على وجه الأرض تقدر تروي لهم دراعهم أبدا، لأن عندهم ساعتها هيكون على حق وعلى قوة احتمال. اللي معاه حد جدع في حياته، أرجوك حافظ عليه، عشان الناس دي ما بيتلويش دراعها، ولما تمشي عن اقتناع ما بترجعش تبص وراها تاني أبدا. لأن اللي بيمشي وهو فاهم عمره ما هيرجع تاني أبدا.